بتاريخ البارحة الجمعة فاتح غشت في إطار العمل الاستباقي الذي يقوم به الدراجيين بقطاع المنطقة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية على مستوى مقبرة ديال السيد الخدير. أثار انتباه الدراجيين شخص يحمل حقيبة وكذلك كيس بلاستيكي، فشك في أمره وطلب منه الإدلاء ببطاقة ديال التعريف ديالو. ظهر على هذا الشخص بعض الارتباك، مما حدا بالشرطيين الدراجيين بدافع الفضول البوليسي تفتيش الحقيبة، وعثروا بداخلها على حوالي 19 كيلو ديال مخدر الشراء. أثناء ذلك عرض عليهم هذا الشخص إخلاء سبيله مقابل 10 ملايين سنتيم، لكن الإحساس العالي بالضمير المهني دفع الدراجيين بسياقة المعني بالأمر إلى مقر هذه الفرقة التي عملت على مباشرة البحث بالسرعة المطلوبة، وتم الانتقال على عجل مع المعني بالأمر إلى حيث يسكن بسيد الخدير وإجراء تفتيش تم خلاله العثور على 12 كيلو أخرى من مخدر الشراء وباروكة للنساء بين قوسين بيروك، إضافة إلى مسدس بلاستيكي بوستيش. تم حجز هذه الكمية وسياقة المعني بالأمر إلى المصلحة لمباشرة البحث معه، حيث أقر بضلوعه في تهريب والاتجار في هذه المادة المحظورة، وسيتم تقديمه غدا أمام السيد الوكيل العام للملك.